مساء الخير وحلقة جديدة من برنامجكم وبرنامج المفضل الجديد برنامج بادكاست. و يعني نظرا لاحتفاء بنجاح البرنامج لسه اصلا ما نزلش، بس انا يعني بستبق المستقبل ان شاء الله. فانا معايا ضيف قيمة وقامة، وهو صديق وشخص عزيز جدا جدا جدا، وما شاء الله عليه، يعني مخرج كبير سواء كمسرح او كاعلانات. VO تالنت، كل اللي في المجال عارفين ده. راجل عنده فيجن، قدم برامج كمقدم برامج، مثل كممثل، يعني راجل فنان شامل. انا عن نفسي ما بحبوش، انا مش عارف هو بيحبني ولا لا. فمعانا طبعا صديقي الكبير اللي منه لله احمد الجرحي. خالص والله كنت عايز اقوم اديك بوستين على الكلمتين. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، انا قلت ايه مش هينفع يعني، مش قادر والله. ازيك يا جوجو؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله. انا بص، انا عارف ان انت زهقان، وهي الحلقه دي انت مش فاهم انا على مضض جدا يعني. المايك ده انا كنت عايز افصله، انا كنت عايز اجي من غيره. انا اقول ان انا عارف ان البرنامج ده اكيد ضد مصلحتك، انا ما كنتش جاي، بس عشان اي حاجه ضد مصلحتك انا هكون فيها. تسلم لي يا رب. طبعا انا في لسته برضو عشان الحلقات القادمه ان شاء الله تبقوا عارفين اسماء علاقات اسعى الى انهائها. دي فيها مجموعه من الناس، يعني فيها مرشحين، يعني هو جرح على رؤوس الناس اللي انا يعني معرضه للاغتيال. ازيك يا جوجو؟ احنا محتاجين نحب بعض النص ساعه دي يعني، فاهم؟ يا رب تكون الساعه يعني ما ان شاء الله اقل انا تمام، هبقى سعيد اكتر. خلاص الساعه ونص الجايين يا جماعه ان شاء الله. لا اله الا الله. ازيك الساعه؟ احكي لي بقى، انا عايزك من اول السطر خالص تحكي لي انت. يعني ما شاء الله عندك باك جراوند متنوع جدا، سواء كنشأة، باك جراوند ثقافي، سواء بتعمل حاجات كتيرة جدا، وما شاء الله بتعملهم كلهم بصبعك الصغير، يعني ما فيش حاجة. هقوم ابوسه يعني ما انا مش تلعب كلام، هقوم ابوسه. ما انا لازم اروح مديك واحدة في الاخر عشان ما ابوسليش يعني. عارف انت نو تاتش، طب ودي يس تاتش. فاحكي لي بقى ايه من الاول السطر بقى، مين احمد الجرحي وايه اللي جابه هنا؟ اللي جابني هنا حظي البنائي. لا مين يعني، لو هنرجع بالحاجات اللي هي من الاول دي، انا الحاجات دي عارف تحس كلام مدام منى الشاذلي قوي يعني. لا اطلع فاصل والله مدام منى ولا حاجه. انا يعني لو من الاول انا ايه اللي دخله من الاول خالص بقى. احكي لي عن طفولتك، اصلا النشأة كانت عامله ازاي؟ انت طفل مبربر فشخ عادي جدا. اوكي. بنص سنه. ماشي. كان عندي نص سنه والله وانا صغير، وحياة ربنا. اوكي والله احنا هنلمله يعني، احنا النشأة دي احنا عايزين نبدأ نجمع فلوس. طفل كان عنده نص سنه. اوكي. طب اسالني النص سنه دي كانت ليه؟ ايه؟ عشان انا كنت بلعب مع اصحابي حرب فافا. حرب فافا؟ والله تعمل ايه؟ يعني انت كده انت اللي بتنشي يعني، خلاص انتوا كده صيادين. لا انا كنت طفيت على واحد. اوكي. وطلعت اجري خلاص، فهو جاي بيجري ورايا، فانا باصص له وماشي كده، ببص قدامي، قمت داخل في عمود، فبقت بنص سنه والله، بس الحمد لله عملتها. اوكي. طيب دي الطفوله وانا اكتفي يعني. انا غالبا مش هكمل بعد كده. لا انا بتكلم في فكره طبعا، يعني طبعا الهبل ده مبسوط بيه جدا، بس يعني هو ده اللي انا عايزه اصلا. بالظبط. بس اللي اقصده انا اللي اعرفه ان انت برضو ايه يعني، في دايفرستي، في نادي الصيد، وفي حته جزاوي، وفي حته كذا. فانت اصلا ساكن جنبي، انا راجل جزاوي. فاحنا شمينا الميكروباصات الالترامكو لما اتعامينا. فاحكي لي بقى يعني ده كان عامل ازاي غير العمود؟ يعني غير العمود اللي خلاك رحت لدكتور اسنان يعني. بس ده صح والله فعلا. انا كنت فعلا راجل جزاوي فعلا، وتحت البيت في قهوه وحاجات. ايوه. بخرج منها بروح مدرسه لغات، فانا في طبقه، قاعد في طبقه وبصاحب طبقه تانية. يعني اللي انت بتقوله ده فعلا ده حقيقي. بس احنا منطقتنا كانت فيها حاجه، احنا منطقتنا برضو على حدود الزومبيز. يعني انت هنا انت وراك في مصاصين دماء، الصناديق، وتحتيك انت في حصل. موقف ميكروباصات حصل، موقف اتوبيسات حصل، في قطر حصل، في مترو، في كل حاجه. فاهم انت يعني ناقص يعني. انا بس كنت بروح نادي الصيد ده، كان اتوبيس واحد بشرطه، مدينه الطلبه ده اسمه مدينه الطلبه. كنت بروح الكليه بدرون، بتطلع في الصدر. فاهم دي المواصله الوحيده اللي ناقصه انها توصل. فاهم غير كده كله متاح. في الحلقه فالموضوع ايه في بقى عبط. بس اللي انت بتقوله ده صح فعلا. يعني دي اكيد شكلت حاجات جوه الواحد، اللي هو الدايفرستي، انك بتعرف تتعامل مع كل الناس. دي حقيقه. اللي هي نشأة الشاب الهرماوي اللي لو رجع ورا هيقابل عيال. بس انا ما كنتش بحب الهرماوي. اوكي. ما اعرفش، تحس ان هو مش سالك. لا مش سالك، في طبقيه كده. اللي هو انا هرماوي، ايه عارف زي الاسكندراني برضه، فاهم؟ عنده حته في طبقيه كده، اللي هو انا اسكندراني.
اوكي. اللي هو هاي اسكندريه بس بقى هو متقطع عليه فلفل، هو ده الزياده يعني هو زينا، هو حتت صغيره وشويه فلفل وخلاص. يعني فاهم، مفيش حاجه. طبعا هو عطوه اسكندراني، فهو ممكن دلوقتي حالا يفصل الكاميرا يعني فاهم انت، وبدا يشاور بايده. بس خد بالك انا احب اسكندريه، ما احنا كلنا بنحب اسكندريه واهل اسكندريه واهل وعلى اسكندريه من كمان وتمام وكل وايوه وكل الحاجات الجميله يعني. ايوه بقى. فانت بقى شايف ان الدايفرستي دي فرقت بقى في رؤيتك للاشياء وفرقت في كل طبعا. حاجه. اوكي. طبعا. بعدين بص، انا من وانا عيل صغير يعني دي حكيتها كتير قوي، بس انا من وانا عيل صغير انا عارف انا عايز ابقى ايه. يعني من عندي 5 سنين انا يعني بتلاقي كل العيال الصغيره ايه، انا هبقى دكتور، ضابط، الحاجات العبيطه دي، انا هبقى سوبرمان، الحاجات الهبله دي. بس انا فعلا من وانا عندي 5 سنين انا كنت عارف ان انا عايز ابقى ممثل. يعني دي كنت عايز ابقى ممثل. بعدين شويه بقيت اقول ايه بقى، اخش حاجه اسمها معهد التمثيل اصلا. يعني بعدها بسنه هي حاجه اسمها، مفيش بقى معهد، ما افهمش ايه معهد سينما، ايه معهد فنون مسرحيه. وكنت موهوم جدا بحاجه اسمها شارلي شابلن. اوكي. شارلي شابلن ده الشخص اللي هو الوان مان شو، الشخص اللي بيمثل وبيخرج وبيكتب وبيلعب مزيكا. فالشخص ده انا كنت مبهور بيه انبهار مش طبيعي، لدرجه في وقت من الاوقات كنت بسمي نفسي جرحي شابلن. يعني كنت عايز ابقى هذا الشخص يعني. اوكي. جرحي شابلن دي شركه استيراد ملابس يعني جرحي شابلن يعني فنلات داخليه الداخليه فشخ. وبعدين واحده واحده قلت لا خلاص، انا كده انا متاكد ان انا عندي لحد ما كممثل يعني شيء موجود يعني. اوكي. عايز اخش ادرس اخراج. ففي وقت ما قررت ان انا هخش ادرس اخراج في معهد سينما بجانب ان انا هكون ممثل. ودخلت بقى مسرح النادي بمسرح الجامعه بالحاجات الى ان اتكونت البرسونا. انا اختصرت كتير قوي بس عشان فاهم، ما انا عشان زهقان منك. ما انا وانا والله زهقان من الحكايه كلها يعني مش منك بس، من كل اللي بيحصل. بس الناس سطبوا اضاءه يا منبيه، هنعمل ايه؟ وفي مايكات. اسال وانا جاوب. اسال والكمبيوتر يجيب. طيب في حاجه هي الناس كلها المقربين منك قوي عارفينها، وده برضو ليه علاقه بالنشأة. انت عادل امام مأثر في حياتك قوي. زمان كنت اقول لك على حاجه بقى، على حاجه كنت زمان فعلا بتكسف. يعني زمان ايه يقول لك ده بيقلد عادل امام. يا جماعه انا ما بقلدش عادل امام، وفعلا انا ما بقلدش عادل امام. هو غصب عني، هو مأثر فيه، مأثر في ناس كتيره جدا. أيوة. هو الفكره بس انه عارف من كتر ما انت شربته فانت جايب. بس هو مأثر في ناس. اقول لك على حاجه، كريم عبد العزيز بيقلد عادل امام. ده بجد، بس هو عشان مش عارف يقلد عادل امام 100%، او هو فهو متأثر أكم من الممثلين بيقلد. مين ما يقلدش عادل امام؟ ايوه طبعا. مين البرسونا والكاريزما دي؟ مين ما... انا على فكره عمري ما في شخصيه اثرت فيا، يعني عمري ما شخصيه. لا انا اثرت فيك اكيد. لا غيرك طبعا. اقصد شخصيه كرتونيه او افلام اثرت فيا خالص، ولا اي حاجه ولا بباين يا حبيبي. بس انا الوطوات اللي كسبانها في البوزو عادي. انت فاهم الموضوع غلط. يعني. طيب هي الفكره كلها ان انت عادل امام مأثر فيك، وتحديدا فيلم الحريف يا جماعه. مش ممكن. لا مش فيلم الحريف مش مأثر فيا. بس انت حتى الديكوريشن بتاع مكتبك هو شبه السطح اللي كان في الحريق يعني. بس ده صدفه. يعني صدفه. بس هو الحريف ملهوش علاقه بان انا متاثر بيه او كده. لا هو الحريف ده فيلم قريب لقلبي، زي ما هو قريب لناس كتيره جدا. قلب ناس كتير. بس هو فيلم قريب لقلبي قوي يعني. او بشوف كلام عميق قوي زياده عن اللزوم، بس يعني او بشوف نفسي في الشخصيه دي، في شخصيه فارس. اوكي. اللي هو انا هلعب مع الخسران. ده بجد يعني في جزء مني في تحدي ان انا هلعب مع الخسران. انا عمري في حياتي ما لعبت مع كسبان، وعمري ما اخترت ان انا العب مع كسبان. اوكي. يعني دايما هتلاقيني حتى هتلاقي معظم حتى الناس اللي نشأتهم مسرحيه هتلاقيهم كده. انا من وانا عيل قررت انه انا هعمل فرقه بتاعتي، والفرقه دي هجيبها من الاول، وهي دي اللي هكمل بيها، وهي دي اللي هعمل. وقد كان فعلا في المسرح عملت ده الحمد لله. بعد المسرح حتى لما جيت اعمل برنامج لوحدي اتعرض عليا ان ناس معروفه تبقى معايا، قلت لا انا عايز يبقى معايا وجوه جديده. لما بدات اخرج واعمل قررت ان انا كان ممكن اشتغل حتى بمديرين تصوير معروفين او مهندسين ديكور او لانه بحكم الشغل طبعا يعني احنا لنا معارف كتير لكن لا اي حد جديد انا هشتغل معاه. عمري بقى ما كنت راهنت على الخسران ده وخسرت، الحمد لله شكرا ليك يا رب. بالعكس كسبت بيهم ومع يعني فاهم. هو كلام انا مش عايز اقول بس كلام اللي هو اللي فيه تنميه بشريه، بس هو دي الحقيقه. انا من الخسرانين اللي بيراهن عليهم دلوقتي زي ما حضرتك شايف. يوسف من الخسرانين يعني مثلا استاذ يوسف ده مثلا النهارده هو بدا معايا. هنحط صورتك يا يوسف. لا بكلمك بس كلام بجد والله.
يعني يوسف ده من الناس اللي بدات معايا مثلا من 5 6 سنين، هو النهارده بسم الله ما شاء الله يعني مساعد اول لناس ما شاء الله اهم مني يعني، فاهم؟ فهي الفكره كده انك دايما بتشوف الباشن اللي عند الشخص، وبتحس ان انت ساعدت في ان هو وصل وهو ساعدني ان انا خدت منه الباشن بتاعه، فاهم؟ ففي علاقه انت اصلا كمان في ملاحظه دايما انا بلاحظها عن جرحي، هو دايما اصحابه سنهم اصغر. هو بياخد باور من من ده من البرتيت اللي هو انا في مجموعه وبنروح ويلا نروح ويلا نسافر ويلا نيجي. تفاهه بس والمشكله اصحابي دول بداوا يكبروا، فخلاص فاحنا هنشوف غيره يعني. خلاص بقيت فوق السن خلاص. انت ماتش اعتزال للعيال دي كلها في الصحراوي. احنا الجزء بتاع انت قلت لي انت دخلت درست في معهد سينما؟ لا ما درستش في معهد سينما. اوكي، انت كنت كليه ايه اصلا؟ درست ماشي. يعني في حاجه برضو كده، امي كانت رافضه فكره المعهد، تعبيط ولا ايه. كان برضو خد بالك ان الاهالي زمان بالنسبه لهم اللي بيخش المعهد او كده ده واقف بازازه على سلم المعهد طبيعي، فكانت رافضه جدا. فهي قررت ان ايه، عايز تخش هات حاجه 90% في الثانويه العامه، هتفوق 90 في الثانويه العامه. وانا طبعا راجل فاشل يعني، حاجه 60 دايما وابدا يعني. اوكي، جبت حاجه 90%. اختصارا قررت ان انا هركز وهذاكر وهجيب حاجه 90. يلا يا ست الناس بقى اخش المعهد. والله ما في دخول معهد. فاتحطينا ايه؟ فرحت قلب الشهاده. طب هم 60 بقى على فكره. انا كنت قلب. لذيذ مسلي حبيتك. فقررت ان انا هخش جامعه وهسقط نفسي لغايه ما تقبل ان انا اخش المعهد. اوكي، رحت قدمت في المعهد. كان في السنه اللي انا قدمت فيها دفعه اخراج بس، كان بتقدم لها مثلا مش فاكر 2000 وشويه ولا 4000 وشويه، فعلا حقيقي مش فاكر يعني. والنتيجه كانت تاني يوم. يعني انت عندك اول امتحان كان اسمها ايه، مش فاكر اسمها حاجه اللغه السينمائيه باين ولا ايه، اول امتحان، وتاني يوم كانت النتيجه. فكان معروفه طبعا انه ما فيش يعني معيش واسطه معيش اي حاجه، فما دخلت. فدخلت تجاره وقررت ان انا هدرس بقى اونلاين واشتغل يعني، فاهم، اشتغل على نفسي بالممارسه بقى طبعا والخبره الحمد لله. الحمد لله. بس لا ما شاء الله طبعا. برضو للناس اللي ما تعرفش، هو جرحي ما شاء الله دلوقتي من اهم مخرجين الاعلانات في مصر. يعني هو جزء الاعلانات وجزء الفي او ده اللي في الصناعه هم اللي عارفينه يعني. برضو عشان ايه، احنا ما بنحبش نقول عشان الضرايب. طيب انت بعد المرحله دي كان في محطه مهمه قوي بعد فتره انت تمردت بعد التخرج على فكره ان انا هعمل ده بس، وبعد كده كان في باسم يوسف. فاحكي لي بقى على الحته دي، لان انا عارف ان الحته دي كانت فيري كريتيكال. باسم من قبل باسم، فكره ان انا خدت قرار ان انا كنت شغال عادي موظف. اشتغلت بعد ما قررت اشتغلت موظف يعني في احد شركات الاتصالات. قول اسمها عشان ما تبقاش اعلان. قول عادي كلهم بعد اشتغلت في فودافون واشتغلت في اتصالات. اصل بعد حارس انطلاق رمسيس انا عايز فاهم انت عايز ادمدمهم كلهم فاقول اساميهم كلهم. اشتغلت في الاثنين يعني. وكنت متجوز، كانت مراتي حامل. ودي خدت قرار فجأة كده قبل الثورة، اللي هو أنا بعمل إيه هنا؟ أنا كل ما يجوا يرقوني أقول لهم أنا مش عايز أترقى، أنا شوية وماشي. أنا هنا في محطة يعني، دي بالنسبة لي محطة، إني باخد فلوس آخر الشهر عشان أنا متجوز يعني. فجأة خدت قرار أنا مش هشتغل تاني. أنا خلاص، أنا هسيب وهقعد أدور لغاية ما ربنا يكرمني. وكنت فعلا ساعتها كان في نص السنة تقريبا في شهر مارس أو حاجة، كان في بونص موجود في لوكشه كده تمام، اللي هو ايه يعملوني كام شهر دول لحد 7 اشهر. طبعا ولا قضوا ولا اي نيله، فاهم؟ بعد شهرين خلصوا يعني. ولكن ربنا بعت لي يعني، عشان خدت قرار فعلا وكنت بسعى وكنت بحاول، ربنا بعت لي باسم من حيث لا احتسب يعني. كان فجاه في مكالمه جت ورحت قعدت مع باسم، ومن ساعتها وعلى فكره تاني وهفضل اقولها لغايه ما اموت يعني. انا لو قاعد معاك النهارده وانت بتقول فيا الكلمتين الحلوين دول اللي انت عمال بتقولهم، فبعد ربنا سبحانه وتعالى هو باسم، هو السبب طبعا. لا بص، باسم يوسف هو طبعا يعني بوجه له التحيه. هو اولا هو التحيه دي القناه الثالثه، ما انا بحب اعمل كده. ما انت شفت، لا ورحت باصص كمان وبصيت للكاميرا وهينزل نجم على يعني، فاهم انت الموضوع مش هيعدي مرور الكرام عادي، فاهم؟ لا والله بجد هو اثر كمان في البوب كلتشر، وكان في فتره غريبه، وكان من الناس اللي كانوا رواد في فكره الترانزيشن بتاع ان بقى فيه كونتنت اونلاين اصلا يعني. فكره ان كان هو ساعتها ومنى هاله لو تفتكر الاثنين كانوا بيقدموا ده. لا ده في الاول خالص يعني، كانوا هم دول اللي ايه بيعملوا الاونلاين، وكان تميم يونس شويه، عمر عادل شويه بعد كده
لا كانوا بيعملوا حاجات لا بس مش في نفس الوقت خالص، مفيش حد كان بيعمل حاجه في الوقت ده غيره هو. لا ليه؟ طب مين كان بيعمل؟ رسيني كان بيعمل في الاول خالص، رسيني رسيني وكان بعد- بيعمل رسيني فيديوز بعد. 2011. بعد باسم بشويه كتير يعني. اوكي ماشي، انت ادرى، هو ضيف يا جماعه، احنا ما هنمشي كامل على الضيف. هو صح يا سيدي، ما تكترش معايا. هو صح يا سيدي. المهم هو كان شاب عنده طريقه باسلوب. وعايز اقول لك بقى على حاجه بمناسبه موضوع عادل امام، باسم يوسف لو ركزت في ادائه هتلاقيه كارف محمد صبحي. مين بقى اللي كان عارف المعلومه دي؟ محمد صبحي نفسه. فبقى ايه موضوع محمد صبحي ده بقى ايه يا ريس؟ هو كان ليا اصحابي عاملين له برنامج، كان في من بتاع 10 سنين كده كان عامل برنامج، فقال لهم انا عايز اغير ادائي علشان الاجيال الجديده مش هيفهموا ان باسم هو اللي كارف ادائي، هيفهموا ان انا اللي بقلده. لا والله. والله العظيم. فقال لهم في الاخر البرنامج ما اتعملش يعني، بعد كل ده ايه حصل حوارات. فهو باسم كان ليه طريقه اللي هو يعمل كده وبتاع، ده صبحي يعني. أيوة. فاهمني؟ بس أيوة. لكن هو طبعا كان مختلف خالص. وكان ساعتها كنت انت وكان ايمن وطار وشادي الفونس وخالد مش عايز. اوكي. طب التجربه بقى كانت عامله ازاي يعني؟ البرنامج ده كان من ايه؟ احلى التجارب اللي في الدنيا، من احلى الحاجات يعني، من احلى الحاجات اللي حصلت في حياتي يعني، وحصلت في حياه ناس كتيره يعني، في حياتنا كلنا كمصريين. انت كان يوم الجمعه الساعه 9 ده القهاوي كلها بتقف، الدنيا كلها بتقف، كلنا بنتفرج على نوع مختلف من الكونتنت، من المحتوى. كان نوع مختلف تماما، ونوع مختلف من الكوميديا كمان بعد الثوره يعني. كان شيء، وبيجي لك نجوم من كل حته والناس كلها مشاركه لان كله حابب التجربه. انا كمان مين سيبك من انه كمان انه قد ايه البرنامج ده عمل لي يعني اكسبوجر مرعب، او خلاني الناس تشوفني بشكل، والناس تشاور عليك وتيجي تتصور معاك او تعرف اسمك بسبب البرنامج. مش ده بس، هو فكره البرنامج كمؤسسه كامله انت قاعد بتتعلم فيها. فكره الشخص اللي اسمه باسم يعني، ده انت شخص قاعد بتتعلم منه انه الراجل ده مش حاسس باي نجاح يعني. انت لو تفتكر يوم الجمعه الساعه 9 احنا كلنا بجد الناس كلها تاثير هستيري مرعب يعني. تاثير مرعب، مش طبيعي طبعا مش طبيعي يعني. انت زي ماتشات الاهلي والزمالك يعني الاسر المصريه كلها بتشجع ماتشات الاهلي والزمالك، القهاوي بتشجع ماتشات الاهلي والزمالك. في الوقت ده انت بتشغل باسم يوسف الساعه 9. تخيل انت شخص مصر كلها زي عادل امام يعني. عادل امام طبعا كان نفس مصر كلها قاعده عامله لك كده. تخيل لما تبقى مش حاسس بالنجاح ده. تخيل لما حد يجي يقول لك هو انت عارف ان الناس ماشيه في الشارع بتعمل كذا 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 كذا. ايه ده بجد والله؟ الطبيعي لو حد قال لي كده انا هفرح بنفسي وهعمل كده. لا هو بجد الرد بتاعه هو لازم الحلقه الجايه تبقى احسن. فاهم احنا فين؟ هو عنده مسؤوليه اللي هو يلا نعمل حاجه عشان نقدر نكمل. انا مش هركز مش في اي حاجه، بده، مش هفرح باي حاجه عشان اكمل. فاهم؟ فده شخص يعلمك انك مهما عملت وما تبصش وراك انت محتاج تحافظ ومحتاج تستمر اوكي. طيب انت بقى لما كنت بتشوف تأثير ده على الناس بقى كان شعورك ايه يعني؟ شعوري ان انا فخور بان انا بحاول اعمل حاجه يعني. بحاول ان الناس، خد بالك برضه في الاول وفي الاخر البرنامج بيضحك وكل حاجه، بس انت البرنامج بيخليك تفكر طبعا. فانت مشارك في شيء يعني لحد ما لو بيفيد، فانا شايف انه بفيد الناس بفيد بلدي يعني. انا شايف انه كان شيء فيه افاده للبلد بشكل كبير جدا. فانا بالنسبه لي ان انا كنت في وقت ما انا مساهم في ده بشكل انا فخور بيه. وكمان في البوب كلتشر بتاع المرحله دي يعني، اللي هو الفتره دي كل الناس الاخوان كان بالنسبه لها فزاعه مرعبه. وتفتكر احنا الاخوان بالنسبه لنا هلهلتوهم لا بجد، لا قبل انت تفتكر كده فكره اخوان ومنظمين وهيعملوا وجيشهم عامل ازاي؟ اكيد عندهم جيش، اكيد مش عارف عندهم ايه. انت البرنامج جه عمل ايه؟ براهم لك على حقيقتهم. فالناس نزلت مش خايف منك انت ولا حاجه. انت لا ومثلا اللي هو لما مرسي الله يرحمه بقى يعني، لما كان موضوع الدكتوراه الفخريه ولابس البتاع اللي هي الباكستاني الغريبه دي، فلما باسم راح يتحكم فراح لابس البتاع الكبيره. فانت الحاجات دي كلها اللي هو انت قلبت لي ده الواقع كاريكاتيري اصلا اللي هو خلاص الموضوع بقى كله عبط يعني. فاهم؟ فلا هو كان طبعا مؤثر جدا وكان انترتيننج جدا. بس ايه، عدينا مرحله باسم ما بقاش فيه باسم. انت كان تأثير ده عليك ايه؟ هل كنت شايف ان في جاي، ولا كنت شايف ان انا هكمل، ولا كان الوضع ضبابي جدا بعد الفترة دي؟ لا كان ضبابي جدا طبعا، لان انا كمان حتى وقتها انا كنت بطلق. حتى في الوقت اللي البرنامج بيقف فيه انا كنت بطلق، فكانت الدنيا فاهم. هي 2013 دي كانت سنه ما يعلم بها الا ربنا. بس لا 14 فكانت الوقت ده كان في 2013 و2014 ما يعلم بها. فكان الوقت فيه لحد من ساعه لحد دلوقتي ما يعلم بها ربنا. كان الوقت فيه بالنسبه لي مريب فشخ يعني. بس عارف انت هي دايما تقفل وربك بيفتحها من طبعا
حيث لا تدري. لانه تاني هرجع اقول لك، انا بعدها جالي برامج اشتغلت فيها لوحدي وكان السبب باسم يوسف. بس. فخلاص هو انت بالنسبه لك بالنسبه للناس أو الصناع، العيال شويه العيال الهبله دي اللي خرجت من مدرسه باسم دي عيال جامده جدا، فخلاص بيتفرش لها بقى يعني. اتفضل كل واحد فيكم ياخد حته. ما شاء الله يا خالد وشادي عملوا حاجه وايمن عمل حاجه وبعدين انا عملت حاجه، فاهم؟ فالحمد لله يعني. فلا العجله مشيت بشكل كويس جدا كمان بعدها يعني الحمد لله. طيب احنا بقى خلصنا باسم، رحنا بقى للمخبر، صح؟ التجربه دي كانت ايه بقى والفكره ايه؟ لان الفكره دي كانت مميزه جدا وهي ما كملتش. ايه بقى؟ كانت فكره، بص هقول لك حاجه بسيطه كده. عشان بس اللي ما حدش اتفرج يعني. المخبر كان فكره انه انت مثلا نادر هو بتاع كاوتش، او نادر بيبيع في كشك، فنادر بتاع كاوتش بيخرم الكاوتشات للناس وبينصب عليهم، فانت عارف بس مش عارف تاخد حقك منه. او نادر بيعلي في الاسعار على الناس ومحدش عارف يعمل معاه حاجه. فكان البرنامج ان انا بعمل فيك، بجيب لك الشخص واعمل فيها ان انا اهبل معاك وتقعد تبيع لي وبفضحك. بفضحك. فده عشان اللي انا وصل من حلاوه البرنامج ان انا في يوم ماشي في مول فلقيت شخص جاي لي بيقول لي تصدق وتامن بالله انا لسه كنت حالا بفكر فيك وعايز اخش على الصفحه عندك، انا لسه في راجل ضحك عليا في بشتري لبنتي مش عارف ايه وضحك عليا في الاسعار. قلت له طب والله لا اوريك، وانا كنت بفكر فيك ولقيتك قدامي. فان انت توصل للحته دي ده كان الحمد كرم كبير من ربنا يعني. في وقت بقى حتى حد قال لك روبن هود خلاص فدي فعارف الحته. فدي فعلا كانت يعني اللي هو انا هجيب لك حقك. وكان حتى من ضمن الحاجات السلوجنز البرنامج ان انا هجيب لك حقك. فدي كانت حاجه الحمد لله، شكر ليك يا رب. اوكي مخبر وصل لها يعني. طيب ملابسات بقى هو وقف ازاي واللي حصل بعد كده ايه؟ لا ملابسات وقف ازاي دي مش هحب اتكلم فيها اوكي عشان هو شويه احنا دخلنا في حتت يعني كده متفرق. بس هو وقف يعني ربنا طيب. ما أردش. انت من بعد ده بقى في تركيز كبير في الاعلانات، يعني هو ده الاكتر حاجه انت بتعملها. طيب ايه بقى يعني انت بتعمل ايه؟ لا بقى انا عارف انك بتعمل فويس اوفر وبتخرج برضو، اشرح للناس عشان ايه نفهم القصه كلها. واشتغلت في الاعلانات ازاي اصلا؟ اخراج وفي او يعني اول سيشن في او ده جه ازاي؟ اول سيشن في او دي انا فاكر كان 2013 تقريبا ولا اوكي. مش فاكر. حد كلمني يعني بروديوسر كلمني قال لي انا عايزك تعمل فويس اوفر لاعلان كان اعلان كوكا. قلت له انا ايه فويس اوفر اللي هو يقول لي والان والحاجات اللي ما اعرفش انا اعمل الحاجات العبيطه دي مش هعرف يعني مش انا. فقال لي بس تعالى انا عارف. فدخلت فعلا سجلت وغير الكلام الموضوع كان كده بقول حاجه فقلتها. فانا مستني بعد ما اخلص اللي هو طب يا حبيبي ما تجيش هنا تاني. اوكي. فكان بالنسبه لهم اللي هو هذا ما لم نسمع به من قبل. فمن هنا الحمد لله بقى ليك كمان حته بتاعتك في الفيديو. لانه انا كنت بتكلم عادي يعني. هو انا بقول السكريبت عادي يعني ما بقولش حاجه فاهم. هو كلام في اداء بس مش محتاج له وتعمل كذا وتروح هو بنتكلم عادي فاهم. اوكي. فمن ساعتها ربنا كرم. طب ما تسمعنا كده بتعمل الاداء ده ازاي؟ لان يعني انا عايز الناس ممكن اعمل لك عجين الفلاحه عادي. انا عايز الناس تريليت مع عجين الفلاحه يعني. ممكن فاهم. لا والله بجد يعني عايز الناس تسمع. ايه اعمل ايه يا عم افتح سكريبت وقول. لا طبعا مش لسه مسجل امبارح يا عم صلي على النبي. ده بينحت ولا خليني ساكت بقى عشان الضرايب ما بنقولش. يا جماعه الراجل ده بيغلبني في الفي او. بيجي هو بيقعد بالظبط 6 فريم بيدخل يلا انا ماشي. يا عم اصبر الناس ما بحبش اشرب لما بقول بطيقش اشرب معاك. انا ما بطيقش اشتغل ما بطيقش عامه بس هنعمل احنا مضطرين. لا حول الله يا رب. ما بحبكش. اتفضل يا استاذ. طيب الاخراج بقى انت هل بتفلفل او بتوفي الحته اللي جواك اللي هي نفسك فيها تبقى مخرج؟ وانت مش مخرج بس انت كمان عندك فيجن يعني انت كرييتيف جدا في افكارك. فهل انت بقيت تلاقي ضلتك او اللي انت عايز تنفذه في ده في الاعلانات ولا عايز تعمل سينما عايز تعمل دراما؟ بس اكيد حدوته سينما او مسلسلات. هو ده يعني هو ده الهدف الاسمى يعني. السينما مسلسل مسرح اللي هو انت بتحكي حدوته وليك تاثير فيها لان هو في الاخر انت هتموت وده اللي هيعيش يعني. لو هتسيب ورث هو ده الورث اللي هتسيبه يعني.
بغض النظر عن الكلام اوفر وكلام هو لا بس ماشي يعني الورث سيب لنا ورث لا بجد. بالنسبه لي والله انا بكلمه بجد وحياه ربنا. ايوه انا فعلا بشوف ان هو دي حاجه، دي اعظم حاجه في الليجاسي بتاعتك زي الفراعنه. يعني انت سايب شيء بعديك بس تعمل حاجه حلوه، تعمل حاجه. الاعلانات اكيد اكل عيش اكيد طبعا هي اكل عيش، ولكن برضه هو سوق المنافسه فيها دلوقتي كمان بقى حلو، لان انت ما شاء الله دلوقتي في الوقت الحالي الناس بقت شطار جدا 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 جدا. يعني سواء الصغيرين اللي هم القادمون من الخلف، وسواء حتى الكبار اللي هم فوق الاسامي اللي بقى لها سنين بداوا يركزوا كله إن في بيذاكر. ناس كتيره جايه، فاللي هو لا ايه ده. انا شايف ان اكتر مجال اصلا فيه مذاكره هو الاعلانات، لان التيرن اوفر فيه عالي جدا، ولان انت دايما حتى بتعمل عمل مركز. يعني حتى انا في حتتي اللي هو اللي بعمل مزيكا، انا في الاخر عايز اوصل المعلومه الموسيقيه في 30 ثانيه او عايز اعمل في اوف فانا لازم اذاكر عشان الهوكايه اللي بتمسك في الودن. انت برضو بالنسبه لك فيجوالي نفس الفكره، اللي هو انا عايز الكذا، عايز الفكره اللي تخطف. فالموضوع فيه مذاكره كمان. العيال اللي طالع عيال فريش جدا ومعاه الاليمنتس من هو صغير. انت هو معاه التيك توك ومعاه، احنا برضو كنا بندور التليفون بالقرص يعني فاهم. بس ده يفرقك في حاجات، يعني يفرقك ان انت تعرف تحكي طبعاً. الحدوته بشكل فيه تفاصيل كتيره جدا آه. جدا. هو يفرقه ان هو هيبقى اسرع منك انه يشوف فيجوالي الموضوع. بس انت عندك بروبلم سولفنج اعلى. كنت لسه بقول لهم كده الاجيال دي احنا بالنسبه لنا، لان انا اشتغلت برجل حمار فانا بحل مشاكل كتير بالبتاع. هو عامل زي الخواجه اللي هو ده باظ بس ده مع الوقت هيبقى في حته تانية طبعا. يعني هو اي نعم هو 1 زائد 1 يساوي 2 لان هو عمل، يعني هو متربي على ده. هو متربي على انه عمرو دياب هيجيبه بضغطه الزر. انت كنت بتنزل عشان تروح تجيب البوم عمرو دياب بالظبط، تمشي على رجلك في الحر، انما هو بزرار هيجيب. بس مع الوقت ومع السن لا هيبقى احسن منك طبعا بكتير كده. عايز اقول لك كان لينا واحد صاحبنا كان كاتب حاجه بمناسبه الموضوع ده، بيقول يا جماعه ان هو الحاجات من كتر ما بقت متاحه ما بقاش ليها لهفه زي الاول. يعني احنا كنا زمان يقول لك مثلا عجبني كليب، انا افضل فاتح الام تي في عشان يجي تاني صح واسجله. صح. ما لقيتوش ادخل على لايم واير وفي الاخر نزل بتاعه، يا اما يطلع فيروس يا اما يطلع لمؤاخذه فولدر شمال. يعني انا فاكر اول ما بدات اوزع واحد قال لي هنزل لك برنامج اسمه فروتي لوبس، فقلت له ده كام؟ قال لي 3 جيجا. فقلت له ده كبير قوي. فتحته لقيت المجموعه الكامله لاحد الممثلات، والمشكله ان انا بفتحه واهلي قاعدين ورايا في القطر. وبعدين يا عم انا والله انا راجل بريء، انا عايز اعمل مزيكا. قلت له طب يعني وكلها هي، طب يعني نوع لي يعني فاهم. فالفكره ان فكره الندره ما بقتش موجوده، فبقت قيمه الاشياء عاديه. صح. فبرضه ده بيفرق. لكن رغم كده لا هم الادوات بالنسبه لهم اسرع، وده خلى برضه الاشياء بالنسبه لهم بديهيه. زي ما احنا كده كنا بنبقى عيال صغيره وتروح فاتح التلفزيون تلاقي اهلك بيخمسوا، بس في النهايه هو جزء من ثقافتي ان في حاجه اسمها تلفزيون. صح فاهم الفكره. طيب فانت دلوقتي شغال في الاعلانات. بالنسبه للدراما انت كنت عامل حاجه عظيمه، كان الفيديو بتاع افتتاح مهرجان الجونه. احكي لي بقى على الفيديو ده، ان هو كان معمول بطريقه حلوه قوي. انا كنت عامل الافتتاح والختام يعني. اوكي. هو الافتتاح كان الكونسبت بتاعه انه انه السينما دي، يعني هحكي لك سريعا، يعني ان السينما دي هي احنا، هي الناس، والسينما دي طالعه من الناس، والحواديت كلها طالعه من الناس. بلس انه انا كمصر، انا السينما بتاعتي من زمان قوي، فانا مفيش يعني مفيش مجال للنقاش ان حد يجي يقول انا جاي نفسك، يعني عيب. يعني فاهم انت اللي هو ما ينفعش حد يجي يقول انا جاي انافس الاهلي مثلا نادي الغابه، انا هنافس الاهلي، هنافس الزمالك. مفيش الكلام العبيط ده يعني. ما ينفعش. اجتهد، بس مهما اجتهد انا بعيد عنك. انا بعيد قوي. بالنسبه يا جماعه ده جرح زملكاوي وزملكاوي جدا، فالنود ده مثال بالاهلي، فده شيء. لا قلت الاهلي والزمالك، قلت الاهلي والزمالك ما قالز، بس يعني انا برضه قلت الاهلي والزمالك. ده انا بشكر فيك، ده كويس. ده انا بقول ان انت راجل محايد يعني. فالمهم فكان ده فده كان المين كونسبت للموضوع. فعملنا فيلم عن اول مره عيل صغير يخش اول فيلم اتعمل في السينما 1918 تقريبا، حاجه زي كده. مش فاكر كان السنه كام، مش فاكر حاجه. وبنكمل بيه شو على المسرح الى ان وهكذا يعني. فده كان الكونسبت بتاع اول فيلم. كان جرأة على فكره تاني، كان جرأة كبيره من ان هم في اداره المهرجان في الجونه بالذات يقفوا على حاجه زي دي، لان دي كانت انا كنت رايح اقدم الموضوع واللي هو ايه، هو اكيد هيترفض لان هي فكره ريسكي جدا، وما هياش يعني مش الجونه يعني. هي فاهم، هي فكره سينمائيه، فكره مصريه. وانا حتى كنت بتكلم مع مين يا جماعه، احنا السينما دي بتاعتنا احنا. ايوه بتاعت الناس، فللناس. فان هم يوافقوا على حاجه زي دي، عمرو منسي ان هو يوافق على حاجه زي دي، فدي كانت حاجه تحسب له يعني.
طبعا ان هو مقدر. بس اقول لك على حاجه، هي دي برضو، ما هو ده في الاخر الهدف الاساسي من المهرجان يعني. ده هو كده نفى التهمه بتاعت ان مهرجان الجونه ده بقى كله فساتين ومحدش بيدخل يتفرج. لا هو يا جماعه احنا في الاخر بنتكلم سينما، فده شيء حلو ويدل ان في تطور في الفيجن برضو يعني، فدي حاجه كويسه. انت بقى اول فيلم سينما دخلته كان ايه؟ لا مع كبار. اوكي. في سينما راس البر، السينما الصيفي في راس البر. اوكي، واحكي لي بقى. كان بعديها رغبه متوحشه. يا حبيبي عرفت احنا فين. انا اول فيلم دخلته في حياتي كان الارهاب والكباب. ايه ده 94 الارهاب والكباب ده؟ بيتهيألي لا 94 يا عم، لا قبل والله 93 94 الارهاب والكباب. لا قبل ده بتاع 92 او 91 مش فاكر، ما علينا يعني. بس دخلت الارهاب والكباب، وعايز اقول لك انا انبهرت. كان في سينما فاتن حمامه اللي هي اتهدت دلوقتي اصلا، الشباب الصغير اللي معرفش شغال صغير، هي لسه بقى لها 3 سنين يعني المفروض ده يعني، اللي ما حضروهاش دول دلوقتي لسه اجلنا. وفي السينما بقى الصيفي بتاعت راس البر دخلت ايه بقى؟ دخلت فيلم الكفير. الكفير ده بتاع طارق علام؟ طارق علام وعمير صبري وروجينا. ده ابوك وامك اللي دخلوها لك؟ كانوا بيعذبوني يعني، فهمت؟ بس هو لا، هو مش بيعذبوك انت بس، هم ليه عملوا كده؟ بيعذبوا العالم، ما اعرفش ليه قرروا يدفعوا فلوس في حاجه زي كده؟ مش عارف. ودخلت برضو هناك. بس انا فهمت يعني، انا فهمت التكوين. فهمت انا فين. النشأة دي جايه من فين؟ بيتعذب. بابا كان بيدخلني الكفير. فيلم الكفير يعني كان بيدفع فلوس اصلا في الكفير. فخلاص فانا فهمت القصه فين يعني. لا وفاكر برضو في المصيف انا اول مره ابقى واعي على كوره، شفت ضربه الجزاء بتاعه روبرتو باجيو اللي ضاعت. يا لهوي 94 دي. وده من اسباب ان انا تعاطفت مع اي فرقه ضد البرازيل، ومن اسباب حبي لايطاليا. لا والله ان باجيو مات واقفا يعني، فاهم انت اللي هو يا دين امي ايه يا جماعه اللي بيحصل ده، فاهم؟ فلا فالموضوع ده فرق معايا كتير يعني. انت مين بقى السليبرتيز اللي اشتغلت معاهم وكان ليهم اثر لطيف واستمتعت بالشغل معاهم، ومين اللي ما اتبسطتش معاهم لو حابب تقول؟ هو باسم يوسف ده اهم حد. ده اللي انت كنت مستمتع بالعمل معاه؟ اكيد ده يعني، اكيد اشتغلت طبعا مع نجوم وكل حاجه، بس يعني انا بالنسبه لي باسم يوسف هو الشخص اللي اثر، هو الشخص اللي اتعلمت، هو الشخص يعني، هو ده لا انا اقصد كان في مواقف لطيفه بتاع في اعلان. لا ما فيش. صباح الفل، جايين عادي، ناكل مواقف عيش اللي هي العاديه، فاهم يعني. عادي، مواقف لذيذه وكل حاجه، والناس كلها جمال يعني. عمري ما كان عندي حاجه وحشه مع اي حد في الدنيا يعني، بس ما فيش حاجه. وكان في موقف سخيف كده مع ناس قبل كده صوروا معاك، مش فاكر مين، بتالي انفلونسرز كده، لو حابب تقول يعني. لا مش حابب تقول، احنا مش عايزين نبلوع، احنا مش هنديكم شرف ان انتوا اصلا الاستاذ. طيب انت نفسك تعمل ايه؟ ايه الحاجه اللي انت حاسس ان انت ما نفذتهاش وعايز تنفذها من خلال شغلك؟ شغلي كله اصلا يعني، لسه كل شغل. ايه في شغلك؟ كل شغل يعني نفسي اعمل فيلم مثلا على الكلب جولدن ريتريفر بياكل مال يتامى. نفسي اعمل حاجات، نفسي اعمل حواديت يعني، نفسي اعمل حواديت. اوكي، عايز تحكي الستوري وعايز تقدم يوروفيجن بس. طيب هل انت بتسعى لده يعني؟ هل انت بتقدم بروبوزلز مثلا ان انت تخرج مسلسلات، انك تعمل افلام، ولا؟ انا هقول لك حاجه يعني، دي حاجه الحمد لله بحمد ربنا عليها، ودي هنا هنقفل بعديها على حاجه، انه انا بحمد ربنا ان انا عمري في حياتي ما رحت خبطت على باب حد وقلت له انا عايز اعمل كذا. عمري خالص. برغم ان ده جزء من السعي، وده جزء كبير من السعي، وده كل اللي بيعمل كده هو بجد يعني انا نفسي ابقى زيه، نفسي اتعلم منه اني اعمل ده. بس انا عمري في حياتي ما خبطت باب وقلت لو سمحت شغل. انا بسيبها على ربنا، وهو ربك. يمكن ده مأخرني على فكره يعني، اكيد انا راجل انا متاخر في حاجات ما تعرفش، وفي الاخر الرزق هيجي لك. اصلا عشان عارف عنك المعلومه دي، فانا عشان كده سالتك السؤال ده. انا فعلا ذكاء المحاور. فانت بتفصلني خلاص. فصلني خلاص منك. لا كمل لي. فانت طول عمرك ما عمري ما فبسيبها على ربنا سبحانه وتعالى، وهو دايما انا متاكد ودي واثق فيها 100%، هو ربنا بيجيب لي الحاجه في الوقت الصح. يعني مثلا برنامج المخبر دي، يعني برنامج المخبر ده اتعرض عليا 2014. اوكي كويس. انا عملته 2017 في 3 سنين. انا لو كنت عملت البرنامج ده في 2014 كنت فشلت فشل مرعب. لان هو كان برنامج عباره عن انه احتكاك مع كل الناس، مع بني ادمين في الشارع وحاجات. ايه اللي اتعمل من 2014 ل 2017؟ برنامج بسيط، برنامج كان جميل قوي اسمه زيع موهبتك. البرنامج ده كان كشك بيلف شوارع مصر يكتشف في المواهب، وده خلاني ان انا اتعامل مع الناس في الشارع. فربنا جاب لي ده عشان يديك خبره تاهلك لده طبعا. فهو ربنا دايما بيجيب لي كل حاجه في وقتها.
ايا كانت امتى. انا دايما بقول هو ربنا بيديك دايما اللي انت محتاجه مش اللي انت عايزه. بالظبط. يعني انت ممكن تبقى مش شايف ان ده اللي انا محتاجه دلوقتي، انا عايز ده. صح. ممكن تبقى مش جاهز له، صح. ممكن تبقى اوفر كواليفايد عليه وتبقى كبرت عليه، ممكن تبقى لسه صغير عليه فيأذيك. فيو ويل نيفر نو، ممكن يجي عليك بالخراب. يعني دايما اقول لهم انا مثلا ممكن انجح نجاح مدوي فابقى شخص اسوأ، فابقى شخص مؤذي، فده يأذيني بعد كده. ممكن اخيش فيحصل، ما تعرفش يعني، ما تعرفش في الاخر هو ربنا بيديك ايه امتى. صح. فدي من الحاجات برضو اللي الواحد بيشوفها. طيب الزمالك بقى، يعني بما ان انت من الزملكاويه اعظم نادي في الكون، يعني نادي الملوك والابطال، الزمالك واي حاجه بعديه. ده كله كلام انا طبعا يعني غير ماشي. معترف بيه طبعا، مع احترامي للزمالك والزملكاويه، بس انا راجل آه. اهلاوي فانا تمام. مش هرد. انا بتكلم هو بيأثر في حياتك انت ايه، ما تفرضوش عليا انت بالنسبه لك ايه. ولا الهوا اصلا بعد مع احترامي والحاجات دي ولا شايفينها، مش موجوده. انا الزمالك بالنسبه لي ايه؟ تقطع الصوت عليك. الزمالك بالنسبه لي متعه، الزمالك بالنسبه لي كيف، الزمالك بالنسبه لي يعني هو زي ما كل الزملكاويه بيقولوها، الزمالك بالنسبه لنا حياتنا، يعني هو حياتك، هو قصه حياتك عموما. الزمالك ده كفاح. هل انت حبك للزمالك نابع من شخصيتك نفسها اللي هي انا هلعب مع الخسران، اللي هو فكره ده اكيد الاندر دوج؟ ده اكيد. ده طبعا احنا مش اندر دوج، الحمد لله احنا نادي. لا مش قصدي، بس نادي عظماء. الزمالك طبعا فريق كبير، بس اللي انا اقصده ان مش هو دايما المرشح الاول. يعني دايما ايه اللي هو الزملكاويه بيستمتعوا بفكره ان اكسب الاهلي وانا عارف انه اجمد مني بكتير. لا خالص، انا عمري ما كنت عارف الاهلي. خد بالك الراجل متربي على الزمالك في التسعينات، فانا كان أوكي. الزمالك والاهلي دول فرقتين قصاد بعض. طبعا. بعدين انا متربي ان انا وعيت ان الزمالك بيكسب الاهلي. ايوه. يعني انت كسبتني في مش عارف فين بعد 94، حتى بعد لا في 93 ماتش 3-0، بس هو ده الماتش الوحيد اللي انا شفته في فتره التسعينات لغايه النكبه. الاهلي بيكسب. الاهلي بيكسب. فلا طبعا انا متربي على ان الزمالك والاهلي كفتين. لا كفتين قصاد بعض. وبعدين انا في الوقت ده انا بطوله افريقيا دي كنت باخدها كده يعني زي السلام عليكم. فانا عمري ما حسيت ان انت اجمد مني بكتير. هو امتى اجمد مني بكتير؟ هي ال10 سنين اللي هي بتاعت العشريه السوداء 2004 لحد بلاش كلام كبير. العشريه السوداء لا يعني العشريه السوداء طبعا يا نهار اسود. بلاش هبل. فرحان بالتجربه اللي احنا لغايه دلوقتي مش فاهمينها، ويا رب تكمل على خير. وانا عارف انها مش تكمل على خير، عارف انه حلم هنصحى منه على كابوس بعد الدور الاول. في مصيبه سوداء هتحصل لجون ادوارد. لا ليه؟ هيختلوه او انا جون ادوارد ده انا سمعت ان الزمالك جاب واحد اسمه جون ادوارد. انا قلت بقى ده واحد شكله ايه، ده الخبير الاجنبي. وساعه بعد جون ادوارد بس انا كنت عارف ده مكتم. انا في الاخر لقيته مصري عادي. أيوة جدا. ولقيته متصور فيديو بيتكلم مع الناس، فقلت لهم ايه ده الراجل ده شبراوي عادي. امال في ايه بقى؟ ده جون ادوارد ومالوش صوره واضحه. هو برده ما فاهم انت غريب. التجربه بقى اللي حاصله دي هي تجربه الاهلي عموما. يعني مؤسسه الاهلي قايمه كلها على ده. انا قافل على لعيبتي، انا ما عدا طبعا الفتره الاخيره انتوا مش اللي قافلين ولا منين، بس دلوقتي اللي حاصل ده هو ده تجربه الاهلي اللي احنا عمرنا ما شمناها. عمرنا ما حصلت ان النادي يتعزل، الفرقه تتعزل تماما، وانه مفيش حد، كل حد عمال بيقول رايه بتاع. دي جديده علينا. فلو كملت على خير يا رب. انا عايز اقول لك كل الجمهور بالنسبه له يا باشا للاخر، انا معاك للاخر. يا عم انا كاهلاوي انا عايز اشوف الزمالك كويس عشان اتبسط. يعني في الاخر انا احنا ليه مثلا بنحب الدوري الانجليزي مثلا؟ فكره حبس الانفاس، فكره ان انا لحد اخر لحظه انا مش عارف مين اللي هيعمل. هو انا فكره ان انا بكسب كل سنه، انت فاكر دي حاجه تبسط؟ يعني ان انا كل سنه انا خدت الدوري. طب وبعدين ما خلاص، ما انا زي كل يوم باكل كافيار. انا اللي انا بقوله ده مبدا يعني مبدا ارستقراطي او كل سنه باخد افريقيا بجد والله. خلاص الحاجه فقط. يعني انا خدت افريقيا ال12 كتبت 13 يا اهلي. فدي مش حاجه لطيفه، بالعكس انا عايز اخسر وعايز اتعمل وعايز ازوم على اللعيبه هو ده جزء من حياه الكوره. ففكره ان انت تبقى فاكر ان انا مبسوط بده، لا انا مش مبسوط بده خالص. لكن بعيدا عن ده، لا الزمالك فريق كبير طبعا وعنده جمهور كبير، ودي حاجه زي ما بقول لك في مصلحه ايه النادي الملكي. اتكلم عن النادي الملكي، اتكلم باسلوب كويس بعد اذنك. شكرا. هو بس يا جماعه، وانا المشكله ان هو ضيف، انا لو اعتبرت صاحب مكان هتلاقي حاجات مش ظريفه خالص هتبان على الكاميرا. طيب ايه الحاجه بقى اللي انت نفسك تحققها في حياتك، في ابنك،
يعني طبعا لو هتتكلم على فكره تجربه الابوبه من اولها لاخرها، وما شاء الله دلوقتي بقى يعني شاب جميل، احكي لي بقى. ابني يا رب يبقى احسن حاجه واحلى حاجه في الدنيا. هو اهلاوي؟ انا بسال بجد والله، انا ما اعرفش. بص هحكي لك من غير ما تعيط، بس احنا هننزل هنا مزيكا حزينه في الحته دي. هو كان زملكاوي. اوكي. بعدين في يوم من الايام قاعدين على السفره بناكل انا وهو، لقيته قال لي انا عايز اقول لك على حاجه بس انا خايف تزعل مني. قلت له يا حبيبي انا عمري ما هزعل منك خالص، بالك ليه؟ فسكت كده. انا خايف. فانا طبعا بدات في افكار ومصايب سودة في دماغي. قلت له خايف من ايه يا حبيبي؟ ايه اللي حصل؟ ما تخافش من اي حاجه، قول. انا خايف اقول. قلت هنا بقى ايه؟ حقيقي. يا لهوي، لا ايه اللي بيحصل؟ هو ايه ولا ايه ولا ايه؟ فاهم؟ فبدات اللي هو ايه، خلاص بقى مش قادر، والمزيكا بتعلى، ولا هنزل انتقم من مين، ولا في ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ انا حاسس ان انا بقيت اهلاوي. تان تان ترارارا. كان كل الافكار اللي فكرت فيها اهون بكتير من اللي انا سمعته ده. فقالت النسر طرفوا ايد. اوعى طبعا الناس. عايز اقول لك على حاجه، ان انا اقسم بالله بدات اخد في نفسي، بدات انا عايز اخش المطبخ اهدى عشان ما انفعلش عليه، وكلم احمد طارق يحيى ومليجي وكل الناس بقى ضم عليهم وعيط، وعزيز الشافعي فاهم، واحمد حسام ميدو. بعدين بقى اللي هو لا يا حبيبي انت عادي، انت براحتك طبعا، انت حر بلا خوف. انت وبتسن بقى واللي هو ولا عشان الفرقه دي بتكسب وبس يعني، ولا لا انا حاسس ده بحبها، لا ولا عشان هي بتكسب وبس، لا انا حاسس ان ده بدا يتكلم عن الاهلي عن الشغف. بشغف فاللي هو بس فهو لغايه النهارده هو بيلعب معاه اللعبه القذره دي اللي هو. طيب انا عايز اقول لك معلومه، ان انا ابويا زملكاوي. طب انا عارف. ووالدتي زملكاوي. لا دي وانا كنت المتمرد في البيت، يعني انا الغريب. دلوقتي بيقول لي بص يا ابني، ده القرار الوحيد اللي خدته في حياتك اللي انا بحسدك عليه. قال انا جالي ضغط وجالي سكر. بس فهي الفكره ان طيب هو دلوقتي انت نفسك تشوفه ايه، او عايزه يعمل ايه؟ او نفسي اشوفه مبسوط، نفسي اشوفه شخص كويس ومبسوط، يعمل اللي هو نفسه فيه. انت بتدعمه وهو كويس، هو شخص كويس يعني، هو طول ما هو انسان كويس والناس بتتكلم عنه كويس وهو مبسوط، انا مش عايز حاجه تانية من الدنيا. دي اهم حاجه، يعني دي اهم حاجه اي اب بيبقى عايز في ابنه، يعني لما عايز ابني يبقى احسن حاجه وعايز ابني احسن مني، يعني ده طبيعي. ان شاء الله تشوفوا احسن حد في الدنيا. ويعني احنا هنختم عشان معناش كروت وعندنا حلقه تانية، وعشان انا تعبت يعني كفايه. الراجل ده سحب الاكسجين من الجو بما فيه الكفايه، يعني انا قاعد بعاني ونص الحلقه دي هتتشال، لان طبعا في كلام كتير انا مش راضي عنه، في لقاء كامل انا مش راضي عنه. انا غالبا هحطه على وشه نور زي قصه الانبياء بالصلصال كده واطلع انا لوحدي. يا جوجو نورت الدنيا، ومن احلى الحلقات، وانتظروا البرنامج بعد نجاح، عشان احنا لسه ما بدأناش، وان شاء الله ندغدغ الدغدغه. السلام عليكم.